تأسيس الكتاكيت البلدي البياض من أول يوم. من أول يوم الأكل اللي انت بتحطيه في الكتاكيت البلدي بيخليها تبيض معاكي بسرعة، بيخليها مناعتها تكون عالية، بيخليها انها ما تيجي تبيض البيضة ما تبقاش ضعيفة، البيضة ما يكونش قشرتها رخوة. كل الحاجات دي بتبقى من الأساسيات، من التربية الأساسية للبيضة للفرخة. يعني انت لو اهتمتي بالكتاكيت من البداية وأسستي الكتاكيت ديت صح وأكلتيها صح، ان شاء الله بإذن الله مش هتلاقي كل مشاكل البيض اللي بتلاقيها لما تيجي الفرخة تبشر دي. مثلا تلاقي الفرخة، ساعات ناس تقول البيضة بيبقى نازل معاها دم باستمرار، البيضة زغنطوطة قوي، البيضة رخوة، البيضة طرية، الفراخ بتبيضشي، الفراخ باضت وقطعت تاني. عندي هنا الجيران مربيين شوية ديوك، نفسي انزل اذبحهم، عمالين سامعين صوتهم مغلوشين عليا وكأنهم يعني قاصديني. هو انا تقريبا دايما بسجل في الوقت الغلط بسجل في الوقت اللي هم بيندهوا فيه. طبعا صوت الديك ده جميل جدا، انا بحبه جدا جدا، لانه الديك بيشوف الملائكة، فلازم لما نسمع صوته نقول لا اله الا الله. سياح الديوك بيبقى معناه ان هم شايفين الملائكة. فانا عشان بسجل دلوقتي في وقت الضحى، فهم ما شاء الله الملائكة نازلين، فأجرك الله. مش معنى اننا نرجع بقى لموضوعنا، مش معنى ان احنا نأسس الفراخ ان احنا نكلف فلوس خالص خالص خالص، ولا اننا نشتري حاجات غالية، ولا اننا نروح نجيب تطعيمات ونجيب تحصينات. في ناس كتيرة زي انا كنت كده زمان، والله كان بيتهيألي ان الفراخ البلدي دي مش هتنفع الا بالتحصين، مش هتنفع الا بالاكل الغالي خالص. لما جمدت قلبي وبدأت ان انا اجرب، لان احيانا الظروف بتجبرك انك مفيش الا هو ده، فانتي بتجربي يمكن ينفع. وبفضل الله نفع معايا مرة واتنين وعشرة. فخلاص بقى بقيت ايه، بقيت انتوا عارفين طبيعة البني ادم الطمع، بقيت استغنى عن حاجة تدريجي عن حاجة تدريجي لحد لما بقينا نستغنى عن كل حاجة خالص في تربية الفراخ البلدي. بسم الله ما شاء الله بجد. احلى حاجة انه الفراخ البلدي، او من اجمل الحاجات اللي تربيها انها الفراخ البلدي رخيصة، ما بتكلفكيش حاجة خالص خالص. زمان زمان كنت يعني مثلا اربي فراخ واجي عن عند عمر مثلا اما خلاص هتبشر هي، تحصل لها حاجه او تعيا، ببقى زعلانه جدا. ليه بقى؟ لان هما على بال ما وصلوا السن ده كانوا كلفوني شيء وشويات، وكنت دردبت ليهم شكاير وشكاير من العلف وشكاير من الدشيشه واكل وكسر فول. فبتبقي كلفتي قوي قوي، لما يجي يحصل لهم حاجه كنت بتزعلي. فانا عشان كده حاسه بيكوا والله، وعارفه انه ده بيحصل مع كل ستات البيوت الشاطره اللي بتحب تربي، بس بتتعب او بتزعل لما بتفضل تشتغل تشتغل وتربي في الفراخ وتكبر فيها وتكلفها جامد بزياده، وتتفاجئ بيهم خلاص مش نافعين للبيض ولازم تذبحهم او تلاقيهم ماتوا او الكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله مفيش الكلام ده خالص. اولا انت هتربي الفراخ الكتاكيت البيضه وهي البلدي وهي صغننه، تربيه الاستمتاع. استمتاع لان انت مش حاسه ان انت متكلفه فلوس كتير، وفي نفس الوقت انت بتدي الفرخ بتاعك حاجات روعه. يعني انت بتاكلي الفرخ، احسبيها انت، انا هوريكي الحاجات اللي انا بعملها وانت احسبيها بالجنيه والقرش، وهتلاقي الفرق كبير جدا جدا. وشوفي كميه الاكل اللي بيطلع من الطريقه دي، وشوفي كمان نتيجته، وشوفي فوائده بالنسبه للفرخ بتاعك. الفراخ دي فراخ نوعها بلدي، بلدي حر. الجو كان حر قوي اول ما جبتهم، كنت حاطه لهم لمبه حمراء فسبتها لهم يومين، فتقريبا تعبتهم شويه. ففي بعضهم عنده اسهال. العلاج ان انا جبت قرص فلاجيل وحطيته على الميه لمده 4 ايام. دي بقى الحله بتاعتنا، حله الخير. انا عايزه اجيبها لك بالتفصيل عشان الفيديو اللي فات انا اختصرت الحته دي، فحبيت اوريها للناس اللي مش عارفينها. فيها كوبايتين ميه كبار بيغلوا، قطعي بقى بطاطسايه، قطعي بتاع ديت بطاطايه. البطاطس ديت من الرخيصة يا جماعة، من بتاعة الطيور مش من الغالية، بيبقى فيها عيوب. بيبقى كيلو ونص ب10 جنيه. قولي مثلا الكيلو ونص دول طلعوا 8 وحدات أو 7 وحدات، يعني الوحدة بجنيه، بجنيه وربع أو بجنيه ونص، بجنيه وربع تقريبا. البطاطا ال3 كيلو ب10 جنيه، يعني الواحدة مش مكملة نص جنيه، يبقى أنا كده 2 جنيه بطاطس وبطاطا، وقولي زيهم 2 جنيه رز.
بسيبهم بقى ياخدوا غلوة واحدة او غلوتين، ما تسيبهمش كتير. بعد ما غلى لقيته ملزق كده، فعملت ايه؟ غسلته بميه. يعني تشطفيه تحت حنفيه بارده بميه بارده، تشطفيه مره واتنين وتدلقي الميه عادي، مفيش اي مشكله. بعد كده هتلاقيه حلو بقى، مش هتلاقي الرز ملزق ولا اي حاجه. ان شاء الله هذبح الديك ده بالليل كده، خليهم نايمين وانزل اجيبه واذبحه واديهولهم عادي، مش هاخده، اديهولهم برضه. خلاص كده ما شاء الله، طلعنا الكنز بتاعنا البطاطس والبطاطا، وبقى عندنا الرز بتاعنا جميل زي ما انتم شايفين. شفتوا كمية الرز اللي انا حطيتها صغيرة؟ شفتوا بسم الله ما شاء الله بقت قد ايه؟ تكفي لو عندك 1000 فرخ صغير، والله تكفي كمية كبيرة من الكتاكيت الصغيرة. اهم حاجة بقى التنشيف ثم التنشيف، ان انا ما احطش الاكل ده على حاجة على زي ما هو كده طري كده، لا الفراخ هتبهدله. حبة العلف دول كانوا بايتين تحت رجلين الفراخ وكنت هرميهم. بدل ما ترميهم، يعني الحاجة دي كنت هرميها، العلف ده بايت تحت رجلين الفراخ. يا اما تسيبيه قدامهم يفضلوا يخلصوا عليه، بيبقوا قرفانين ومتضايقين منه ومش راضيين ياكلوه تاني، وتضطر تروحي رمياه او تحطيه الفراخ تانية كبيرة. لا انا ما عنديش حاجة بتترمي، دول شوية علف اللي فايضين من تحت رجليهم من اكل بالليل. فانا هلفهم كده بالرز ده، وهنحط عليهم شوية الحاجات الجميلة اللي هنعملها، وهنعمل لهم اكل ببلاش بحاجة كنت هترميها خالص. يعني بقى طب ليه بدل ما نرمي العلف نحطه بقى زي ما انتم شايفين الحلة بسم الله، مش عايزة اوريك انها ما نقصتش في نفس الوقت. انا هعمل كمية رهيبة للفراخ تكفيهم طول النهار. ميزة بقى عايزة اقولك عليها في الفراخ البلدي، انتي مش لازم تأكليها بالليل علف صافي زي الفراخ البيضة خالص. انتي ممكن تفضلي تعملي الوصفات دي ليل ونهار، مش هيأثر ابدا في معدل التحويل ولا في النمو. طب انتي ليه بتحطي؟ انا ليه يعني بحط علف صافي بالليل؟ لانه انا بعمل حساب انه في ايام انا ممكن ما اكونش فاضيه، في ايام انا ما اكونش موجوده، فيتحط لهم اي حاجه ياكلوها. ففي ناس مش يعني مش دايما هيبقى في حد رايق يعمل لهم الحاجات دي. الحاجات دي مش محتاجه روقان، محتاجه غوايه، ان انت تكوني غاويه الكلام ده. فانا بشرت دلوقتي نص بطاطسايه ونص واحده من البطاطا فوق الحاجات دي. اللي انا بحطه ناشف ليهم عشان كمان لما يكبروا ياكلوا معاكي اكل ناشف. لان لو اتعودوا دايما على الاكل اللي زي ده مش هيرضوا ياكلوا غير الاكل اللي زي ده. لو انتي قاعده فاضيه ما وراكيش حاجه، يعني ضامنه نفسك وضامنه ظروفك، فخلاص هو الاكل ده ليل ونهار. لكن انا بفضل ان انا اعودهم على الاكل الناشف عشان ابقى حاله الطوارئ، حالة ان انا ابقى مش قادرة احط لهم حاجة، مش قادرة اعمل الاكل ده، يبقى عندي بديل بيحبوه بياكلوه، فبيقوموا ما يخسوش معايا او ما يغضبوش على الاكل. انما الفراخ البلدي ربيهم بالطريقة دي ولا يهم. العلف بقى الصافي انا احطه ليهم لمدة 20 يوم بس او شهر اقصى حاجة. بعد كده بنحط عليه اضافات عادي جدا، فبيبقى برضو اقتصادي جدا ورخيص جدا، يعني الطريقة اللي انا بعمل بيها دي.